السلام عليكم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. في فكرة النهاردة هستخدم علبة التونة وعلبة بلاستيك زي اللي انتوا شايفينها ديت. لو ما عندكيش علبة بلاستيك زي دي ممكن علبة ايس كريم او علبة متوافرة تستخدم مع حجم علبة التونة كده تبقى مناسبة معاها. زي ما انت شايفة كده اسمنت او جبس عندك متوافر ايا كان، الاتنين بينشفوا كده ويبقوا يعملوا الشكل اللي احنا هيبقى عايزينه. انا كان متوفر ده عندي، ما اشتريتوش بصراحه. وزي ما انت شايفه كده خدت اول معلقه ودي نص معلقه ودي نص معلقه كمان، عملوا لي معلقتين، يعني قولي معلقتين ونص كده هستخدمهم. واحط شويه ميه واخلطها كويس بالمعلقه كده وباي حاجه وبايدي. طبعا لو انت هتستخدمي بايدك يا ريت تلبسي جوانتي عشان بيبوظ الايد خالص. وزي ما انت شايفه كده هدخل علبه التونه جواها بالشكل ده واضغط كويس قوي عشان تمسك في الجبس او الاسمنت او اي نوع انت حطاه. زي ما انت شايفه كده همسك الطبق وافضل اجيبه لتحت كده اخبط فيه اخبط فيه، زي ما انت شايفه كده الشكل، لحد ما تكون كل حاجه متماسكه في بعضها وعلبه التونه دخلت جواهم متماسكت فيهم خالص وبقت متجانسه معاهم. وبعد كده هاجي احط على العلبه من بره شويه اسمنت كده. وبعد كده دي عندي توكه قديمه مش بستخدمها زي ما انت شايفه كده باظت، والستيكر اللي عليها او الشكل اللي عليها اتشال. هاخدها واحطها كده تبقى ايد، شايفه دخلتها من ناحيتين في الاسمنت بقت غارزه جوه الاسمنت كده، فلما ينشف عليها هتبقى متماسكه فيه خالص. خلاص كده ده تاني يوم انا سبتها 24 ساعه نشفت. هبتدي بقى اطلع الاسمنت اللي انا عملته جوه علبه البلاستيك. خلاص كده العلبه البلاستيك انا مش عايزاها. نضغط كده ضغطه بسيطه هتطلع منها علبه جزء الاسمنت اهو زي ما انت شايفه كده. واداني شكل كمان العلبه البلاستيك كان عامل فيها تموجات كده. هنا بقى حتة صنفرة كانت برضو موجودة عندي، هبتدي اصنفر اي زيادات طالعة من فوق في الاسمنت عشان تبقى الجزء من فوق املس كده وناعم، ما يبقاش فيه اي حاجات كتل طالعة كده زي ما انت شايفة كده. وهنا بعد ما خلصت رش السبراي وقبل ما ينشف ابتديت ارش البرونز الفضي ده. طبعا ايدي باظت زي ما انتم شايفين كده عشان ما كنتش لابسه جوانتي. بصوا ده الشكل النهائي بعد ما نشفت بقى شكلها كده. فحسيت ان هي فضي في فضي شكلها مش لذيذ، قلت ادخل لون يكسرها كده يبقى فيه لونين مع بعض كده يعملوا شكل حلو. فاخدت الشريط الاستراس الفضي في اسود وقلت هحطه عليها زي ما انتم شايفين كده. ابتدي اقص الجزء ده على قدها كده. وبعد كده خدت مقاس الايد بالشكل دوت وهبتدي احط عليه الاستراس، هلزقه طبعا بالمسدس الشمع زي ما انتم شايفين كده. خدت المقاس وابتديت اقص وهلزقه عليه. وبس كده اكون خلصت المبخرة، سهلة وبسيطة وادوات مش مكلفة، كلها من اعادة تدوير.
علبة التونة عملت لها اعادة تدوير، والاسمنت او جبس معلقتين بالظبط بالعدد، وهتقدري تعملي المبخرة ديت عشان تبقى بس حامية علبة التونة من تحت كده، وتقدري تسنديها في اي حتة. والايد اللي انا عملتها برضو كانت توكة، عملت لها اعادة تدوير زي ما انت شايفة كده، وحطيت الاسترس دوت، ده اختياري، الزينة المتواجدة عندك تقدري تزيني بيها المبخرة. بس كده دي الفكرة في الاخر بعد ما عملتها. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ولو الفكرة عجبتك يا ريت متنسيش بلايك واشتراك في القناة لو انت مش مشتركة، وقوليلي لو الفكرة عجبتك في كومنت رأيك فيها. سلام. الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم